عماد رفعت، تحيات لحضرتك. اهلا حبيبي استاذ احمد، اهلا وسهلا. ربا ولا مش ربا فوائد شهادات قناة السويس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طيب في البداية بس أوضح شيء. اتفضل يا فندم. أنا عماد رفعت لست محسوبا على أي أحد. تمام يا فندم. فأنا لست حزبيا ولا متحزبا. تمام يا فندم. ولست سياسيا. تمام يا فندم. ولا ألعب إلا السياسة الشرعية، قال الله قال رسول الله. أنا راجل سلفي بمعنى المنهج، الكتاب تمام والسنة. تمام يا فندم. جميل كده عشان تبقى الامور واضحه. اتفضل. انا لا اتكلم الا عن نفسي لاني لا انتمي للدعوه السلفيه. اتفضل يا فندم. تمام كده. وان كان هم في يعني الناس افاضل، كل المسلمين في مجال اهل الدعوه على راس والايه والعين. اتفضل يا فندم. لكن علمني ابي الا اتكلم قبل الكبير. اتفضل يا فندم. تربيت على كده. اتفضل. فيبقى هتكلم بعد الدكتور ان شاء الله. لا السؤال لحضرتك، اصل هنا برنامج، لو احنا قاعدين في بيت هنعمل ده، بس احنا في برنامج، فانا عايز حضرتك تتكلم. تمام. حضرتك بتسألني عن الشهادات بشكل خاص؟ طيب هو ولا الكلام على شهادات القناة؟ لا شهادات المعاملة. أنا بتكلم على شهادات قناة السويس اللي طلع الكلام إنها دي فلوسها ربا. طيب عشان أوضح لحضرتك، أنا الكلام اللي حضرتك بتقول عليه دوت لسه سامعه دلوقتي. أيوه. يعني حضرتك بتقول إن في كلام طلع من الدعوة السلفية. أيوه. ده لسه عارفه دلوقتي. أيوه. أو يعني بالأحرى قبل ما أدخل التسجيل. مسألة إن المفتي تكلم برضه لسه أيوه. عارفه دلوقتي. تمام. لازم بقى أصل شوية أصول كده وحكم دراستي الأكاديمية. تمام يا فندم. شغلة الفتوى في البلد مش لعماد رفعت. أيوه. عماد رفعت يتكلم في حكم شرعي، يتكلم لكن شغلة الفتوى للمفتي. أيوه فندم. ماشي كده؟ كويس. الدعوة السلفية أصدرت حكم أو فتوى تسأل عن بيانها. ماشي كده؟ كويس. لكن انت لو بتسالني عن الحكم في السندات ديت احسنت بقى. جميل. واحده واحده بقى. تسالني بقى انا عماد بن رفعت بعيد عن اي حد. خلاص يا شيخ عماد اسالك. ابن رفعت. احسنت. ابن رفعت. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله. دي دعابه يعني عماد رفعت. جزاك بس الصلاحي ربنا يرضى عنك يا رب. طيب اقول لحضرتك، لو انا مش هطلع البيان ده بالشكل دوت. ايوه فندم. ليه؟ احنا مش لازم ندور على نقاط خلاف. ايوه. احنا ليه نقول انا لو شايف في مشكله في المساله انا ليه ما ادورش معاك علشان اصححها؟ ايوه. واخد بال حضرتك؟ وليه ما اسمعكش وليه افترض ان انا صح على طول؟ طب ما جايز انت اللي صح. أيوه. وجايز انا اللي غلط. ليه ما نقعدش على ترابيزه زي ديت وكل واحد يقول اللي عنده ويسمع لدليل الاخر؟ لو انا بطلع هقول ايه؟ هقول تعالوا نشوف الحكم الشرعي في المساله ايه الاول. ايه يا فندم؟ ماشي كده؟ ايوه فندم. طيب انا بتعامل مع ايه؟ مع سند ربوي، يعني معامله ربويه، ولا بتعامل مع مضاربه، ولا بتعامل مع شراكه؟ اي انواع الثلاثه هم؟ لما احكم عليها الاول اذا كانت هي شراكه يبقى في احكام للشراكه، اذا كانت بتنطبق عليها احكام الشراكه خلاص تبقى شراكه. طب لو مضاربه، لو بتنطبق عليها احكام المضاربه تبقى ايه؟ مضاربه. طب لا هي مضاربه ولا هي شراكه وهي فيها معامله ربويه، طب ما تيجي نصلحها يا استاذ احمد. في مشكله؟ هو في مشكله ان لو فيها شبهه ربويه في مشكله اصلحها؟ يعني انا عندي عداء مع الدليل، عندي عداء ان انا لو في ميل يمين شويه كده اصلحه، في مشكله؟ طب هي فيها مشكله اصلا؟ لا انا بسال بشكل عام الاول. انا بقصر معاك انت. اتفضل يا فندم. لا انا بقسم. احنا مسلمين. مسلم يعني ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. والاسلام هو ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. يعني احنا عباد اللي ربنا سبحانه وتعالى يامرنا بيه ننفذه. تمام. انا بسالك بقى زي انت بتسالني. في اي مشكله ان لو في ميل شويه اصلحه؟ في مشكله؟ اتفضل يا فندم. لا انا عايز اسالك. لا ما لا معلش. اتفضل. الحوار احنا مش هيبقى جميل. حوار جدلي. جميل. يعني انت تسالني وتسالك، انا عايز لا انا كنت عايزك ترد عليا تقول لي لو في مشكله، لو في مشكله احنا مش مشكله. ما الضيوف معايا عشان اسالهم ونرد على بعض. طيب لما تصلي على النبي. لا انت حضرتك قلت لي اتكلم بقى، ولو قلت لك الدكتور احمد يتكلم قلت لي اتكلم، يبقى لازم مساله تتاصل. اتفضل يا فندم. خلاص يبقى لو في شبهه ايه المانع ان احنا نصلحها؟ اتفضل. تمام كده؟ اتفضل. لكن مساله ان يتقال عليها حرام او حلال دي شغله مين؟ المفتي. مش بتاعتي انا ولا بتاعتك انت. صح كده؟ تمام يا فندم. جميل. لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا احكام للبيع واحكام للايه؟ للمضاربه واحكام للايه؟ للشراكه. طيب علشان اقول ان هي حلال يبقى لازم تبقى اما مضاربه او ايه؟ او شراكه. هل هي مضاربه او شراكه؟ هي مش مضاربه او شراكه. طب انا عشان اخليها حلال اعمل ايه؟ الموضوع بسيط قوي. احولها اما لمضاربه او شراكه. ايه هي شروط المضاربه؟ في شروط وضعها العلماء
وانا ليا اعتبار على حضرتك اني قبل ما دخلت على الهوا دخل اخ كلمك على التليفون، حضرتك ما اعترضتش عليه خالص، دخل يقول احنا لازم نصور على الثوابت ونصوب على كذا ونصور على كذا ونصور على كذا الثوابت. يا مولانا تمام، انت جاي تتكلم في فقره المشاهدين ليهم كلام اخر. لا لو كلام اتقال قدامي لا تعتب على مشاهد، لا بعتب عليك انت حق، ولا تعتب عليا. لا اعتب عليك لان انت ما ردتش عليه. يا مولانا الثوابت دي يعني بخاري ومسلم. مولانا معلش مش هنتجادل دلوقتي في البخاري والمسلم، عايزك تتكلم على موضوع الربا. خلاص كده؟ خلاص طب صلى على النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. اسمعني بقى. اتفضل. تمام، نزل ايدك. اتفضل بس. نزل ايدك. طيب عشان انت بتوقفني. بقول لك ايه مولانا؟ ما انت بتوقفني. لا لا بقول لك ايه؟ طب اتكلم مولانا. لا لا جاي تعمل مشكله ولا لا انت جاي تخليني اتكلم اللي انا عايز اقوله، لا انت عايز قول اللي حضرتك عايزه، ولكن الحوار انا اللي بدير مش حضرتك. جميل. بس كده اتفضل بالراحه بقى. اتفضل. انا عايز اسالك مولانا في حاجه بتزعلي. انت بتزعلي؟ مش بزعق. طيب تمام. اتفضل. طيب لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم برضه بعترض عليك انك انت سبت المشاهد يقول لازم نصور على الثوابت، لان الثوابت ديت يعني قران وسنه وبخاري. عايز تخرج موضوع؟ لا ده مش خروج. خلاص يبقى اتفضل جاوب في الموضوع. جميل. لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عتبت عليك والعتاب وصل. عندنا بقى احكام يا مولانا للايه؟ للمضاربه. نعم. مين اللي قال الاحكام دي بقى؟ بس ما توهناش، انا عايز بس اجابه على السؤال عشان نرجع للشيخ احمد والدكتور صلاح. لا توهتنا بس في كذا حاجه عشان الكلام متخصص. طب اتفضل. الكلام تخصصي فحضرتك ايه ركز معايا. اتفضل كده. انا لما قلت لحضرتك بعتب عليك قلت لك ليه؟ بعد اذن حضرتك سيبه يتكلم وان شاء الله ربنا يكرمه واحنا نشوف، احنا بنسجل نقط ويبقى برضه الحوار رايح. اتفضل يا مولانا. صحيح بعد اذنك يعني. دكتور صلاح طبعا احنا مش اول مره نلتقي مع بعض. لا يا باشا طبعا. انا الاستاذ احمد انا مش جاي ادخل في خلاف معاه. انا كل القصريه الخلاف الاستاذ احمد محايد. لو حضرتك صح كده مش عاجبني مش هتبقى عندي في البرنامج. الاستاذ احمد محايد. صح. لا اقبل عشان بس من الاخر يا استاذ الفاضل يا مولانا ما تقولش مش عاجبك. انت المعد بتاعك اتصل يتحايل عليه عشان يجي. لا مش عاجبك دي. انت بتتكلم مع متخصص في العقيده، انت مش عاجبني دي. اتكلم معايا كويس. طيب حاضر مولانا. الحوار انتهى، اطلع فاصل. ما يشرفنيش انا اكون معاك اساسا. وانا كمان في رعايه الله. عماد رفعت، تحيات لحضرتك. اهلا حبيبي استاذ احمد، اهلا وسهلا. ربا ولا مش ربا فوائد شهادات قناه السويس؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طيب في البدايه بس اوضح شيء. اتفضل يا فندم. انا عماد رفعت لست محسوبا على اي احد. تمام يا فندم. فانا لست حزبيا ولا متحزبا. تمام. ولست سياسيا. تمام. ولا العب الا السياسه الشرعيه. قال الله قال رسول الله. انا راجل سلفي بمعنى المنهج، الكتاب تمام والسنه. تمام. جميل كده عشان تبقى الامور واضحه. اتفضل. انا لا اتكلم الا عن نفسي لاني لا انتمي للدعوه السلفيه. اتفضل يا فندم. تمام كده. وان كان هم في الناس افاضل كل المسلمين في مجال اهل الدعوه على راس والايه والعين. اتفضل يا فندم. لكن علمني ابي الا اتكلم قبل الكبير. اتفضل يا فندم. تربيت على كده. اتفضل. فيبقى هتكلم بعد الدكتور ان شاء الله. لا السؤال لحضرتك، اصل هنا برنامج لو احنا قاعدين في بيت هنعمل ده. بس احنا في برنامج فانا عايز حضرتك تتكلم. تمام. حضرتك بتسالني عن الشهادات بشكل